من قال لكم أنني غير مستعد؟ هكذا رد المقاتل المغربي جمال بن صديق على منظمة جلوري للكيك بوكسين بعدما نشرت على حسابها الخاصة تدوينة تقول فيها أن جمال بن صديق غير مستعد للنزالات القادمة والتي ستجرى في البطولة المسماة بالبطولة الكبرى لجلوري يوم 9 من مارس القادم بمدينة إيرنهايم الهولندية، والتي ستعرف حضور كل من المقاتل الهولندي ريكو فيرهوفن وكذلك الجزائريين نور الدين محيي الدين خصم المقاتل المغربي نبيل خشاب وسفيان العيدوني خصم ريكو فيرهوفن، إضافة إلى طارق أوسارو الملقب بكوكي وكذلك الهولندي لوفي ريختر. رغم النزال الذي سيجمع بين المقاتل المغربي نبيل خشاب ضد خصمه الجزائري نور الدين محيي الدين، إلا أن غياب جمال بن صديق سيعرف عزوف جماهيري كبير جدا، لأن هذا الأخير محبوب لدى الجماهير المغربية وكذلك العالمية. عدم استدعاء جمال بن صديق يؤكد لجميع المهتمين بالرياضات القتالية نوايا جلوري، والتي تحاول حماية ابنها المدلل ريكو فيرهوفن من قبضة الجالوت المغربي الذي كاد أن ينهي مسار الهولندي في آخر نزال دار بينهم. وحتى لا ننسى الجماهير المغربية وضعت جلوري في موقف جد محرج بعدما رفعت هاشتاغ باسم حضور جمال واجب، وهذا ما عجل بخروج المنظمة عن صمتها والذي يعتبر عذرا أقبح من زلة. وفي الأخير شاهد هذه الصورة واحكم بنفسك كما قال جمال بن صديق، هل هو مستعد أم غير ذلك؟ إن كنتم من محبي وعشاق الرياضات القتالية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم دائما كل جديد. نلتقي إن شاء الله في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.